أو شو الاستقلال بالبلاد، ولا نحن الدروز وين ما كنا الدروز. أنا مع اليهود أحسن ما يكون دولي في جبل الدروز عملوا دولي، لكن ما استقامتش، لذلك مع اليهود أحسن. من ناحية دينية مسموح؟ طبعا مسموح دولي. كنت أنت معتنق الديانة الدرزية صح؟ لا أنا ما اعتنقتها، يعني أنا لأني اخترت على هاي الطائفة يعني. أنت خرجت من الطائفة قبل ما تعرف الدين تبعهم بشكل دقيق أو مثل ما هن بيقولوا بعد 40 سنة، مو هيك؟ إمتى هن بيصيروا بيتفهموا دينه ولا مو شرط؟ لا تمنعهم من التفكير. يعني يحق لهم بال40 ما دون ال40 كمان، يعني حسب ما قلت لك أنا بالماضي إنه يعني مثلا في كتير مشايخ الأولاد مثلا عمرهم سنة بس درزي، عرفت كيف؟ لأنه هن مشايخ يعني. لأنه هن أولاد مشايخ يعني ممكن يكون شباب يتعلموا الدين الدرزي صح؟ طبعا في شباب صغار إيه، بس إذا كان ولكن شو يعني ما في علاقة، إذا كان من عامة الشعب ما بيحق لهم معناتها؟ إذا من عامة الشعب لا ما بيحق له مثلا إلا إذا شخص اختار هيك مثلا. طيب هلا امبارحة كان في شي 600 شيخ درزي، 600 شيخ درزي، ما هو عدد كبير يعني. كم عدد الشيوخ الدروز إذا كنا بدنا نقول 600؟ يعني كل نص سكان السويدة شيوخ مثلا، شيوخ عقل، ولا هدول شو هدول؟ لا أكيد لا. هلا خلني هدول يقال عنهم بالنسبة للديانة الدرزية إنه هؤلاء اللي يعني ما لبسوا الزي هم أشخاص جسمانيين، أي مدنيين يعني جسماني، وفي شيخ لا يرتدي زي الدين اسمه جسماني، حتى بدينه إنه هو يكون كافر يعني أصلا. يعني الجسماني اللي ما بيلبس لبس الدروز بيكون جسماني لسه، يعني مثل الحيواني، يعني مثل هذا روحه لسه تساوي الحيوان صح؟ تماما. أما اللي بيلبس اللفة أو الزي، أيوة اللفة والشروال، ما هيك؟ أيوة الشروال هذا أيوة هذا شو هم أخوة في الدين، هذول إخوة في الدين. طيب شو بيميز هذول المجموعة عن الشيخ العقل اللي هو في عندكم الجربوع وعندكم الهجري وعندكم حناوي، هذول 3 صح؟ تمام. شو بتميزوا هذول؟ هلا خلني بميز، هو رتبته أعلى بما أنه هو من مشيخة العقل وخاتم الدين عندهم بالكتب تبعهم، علما أنه يمكن لا يبقى شيء يعني الهجري بالنسبة لهذه الأديان أصلا. قلت لك أنت جابوه من فنزويلا لهون يعني. وكان مدني، كان جسماني أصلا. هذا هو كان جسماني، كان ماله على أبي الدين. جابوا بشار الأسد مشان يصير زعيم للطائفة الدرزية بدل أخوه اللي قتل بحادث السير صح؟ تمام. طيب هلا انا شفت حادثه، هلا فهمنا انه انتم الاشخاص مقسمين ل3 اقسام، اقسام مال دينين او لسه ما تدينوا، ناس رجال يعني اتخذوا او اخوه في الدين، هدول اللي راحوا 600 شيخ بسموهم شيخ بس مو مرتبه شيخ العقل، وفي عندنا المرتبه العليا هن شيوخ العقل، هدول يعني اولياء الله، يعني مثلا مثل عندنا بسوريا اولياء الله، هدول بسموهم مثلا المعصومين. هدول بيقول لك ما بصير تسب هدول، يعني شو هدول قداستهم عند الدروز؟ لانه هن المرجعيه الروحيه لهم، يعني انه هن خلص سواء كانوا غلط او حق. حتى الشيخ الهجري لا حكى ايه سواء كان الحكي تبع الهجري صحيح ام كاذب، خلص سمعنا واطعنا، عرفت كيف يعني؟ مرجعيه دينيه. طيب هلا انتم عندكم 3 مرجعيات شيوخ عقل، بلبنان في 2 ولا اكثر؟ بلبنان في اكثر، هون بالسويدة في 3 او في بالجولان في 1 ما هيك، في بالطريف موفق طريف، الشيخ طريف نعم بالجولان، وبالسويدة في 3 وبلبنان يمكن في 2. طيب هلا وضحت الفكرة بالنسبة لتقسيمات هدول. هلا نحن نحكي بالديانة، نحن شفنا شيخ عقل من ال600 اللي اجوا راحوا على الأراضي فلسطين،
راح يزوروا النبي شعيب، وهو يعني بيعتبر مقدس عند الطائفة الدرزية. فشاف طفلة قال لها أنت روح، أنت أمي، وهي طفلة ما بتطلع عمرها 17 سنة. يعني أمه تقمصت روحها هذا الشيخ في هذه الطفلة برأيك يعني؟ هاي اعتقاد بالتقمص، حكيت على الحلقة الماضية أنا موضوع التقمص عنده. يعني هلا هذا الشيخ بيعتقد انه امه، شو عرفوا امه اجت هالطفله ما اجت بطفله ثانيه؟ يعني شلون عرف؟ هلا بيعرفوا بخلال الاسئله الكلام، هي تنطق انه هي بجيل الماضي فلاني وكانت مثلا كذا وفي علامات كذا، صوتك عم يقطش كذا وكذا. طبعا اذا اخي الكريم، اخي الكريم سويدا، صوت النت نعم. عندك تعبان، النت عندك كأني تعبان يعني ضعيف شوي يمكن هلا. ايه انت بتقول انه هي بتخبر انه هي امه لهذا الزلمه، هي خبرته يعني هو ساكن بسوريا، شو عرفوا هاي الطفله انه هي امه؟ يعني من الخبر عن طريق مين يعني؟ ولا هي بتقربه مثلا هاي الطفله؟ هلا هن بيدوروا على بعض بهيك قصه، انه مثلا فلان في سنه كذا كذا، انه هلا عمره كذا صار يعرف يحكي. وهو كمان الطفل مثلا اول حكيه بيحكي انه انا كنت فلان الفلاني بجيل الماضي، انا عندي بيت بالمنطقه الفلانيه، اختي اسمها كذا واخي اسمه كذا وامتلك كذا وكذا. عرفت كيف؟ فبصيروا يدوروا على بعض. انت بتقتنع بهالكلام هذا؟ بتقتنع انه هلا حكي بيصير؟ انا طبعا لا اقتنع، لا، لانه هلا انا والدي درزي، ما زال درزي يعني، ويقول بانه كان في جيل الماضي متقمص ومن بلده ملح، وذهب الى ملح كمان يعني، والتقى مع زوجته واولاده، وكان مقتول هو ببارودي، وانخع راسه على الصخره، اجا وراح لهنيك وشاف محل من قتل ودلن عليها. طبعا هو نحن بالمذهب السني هو القرين الشيطاني. يعني تماما القرين الشيطاني، يعني في التقمص معناتها بيلعب دور كبير. بالنسبه للداعشي اللي كان مجمع حوالين امبارح 20 جر مثلي وقاعد عم ينتخب ويقول لبيك يا محمد ومنموت وبده يعمل ذبايح، وبقول لك منموت تحت الراي هاد وبنرجع بنخلق، منموت وبنرجع بنخلق تحت الراي هاد. طيب هلا هن بيعتبروا او الديانه الدرزيه، وهون الاختلاف الكبير جدا، يعني فيكم تقولوا انه الاعتقاد الاساسي واللي اتت الديانه الدرزيه من الحاكم بامر الله الفاطمي، اللي ادعى انه الاله انحلت بروحه، واتى احد الاشخاص يعني في بدايات القرن الخامس الهجري، ونسب الى رجل اسمه محمد بن اسماعيل الدرزي، وهو اصله من بلاد خراسان، وقد جاء إلى مصر مع دعاة آخرين زمن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. وقد سجل المؤرخون مثل ابن كثير في البداية والنهاية أن الدرزي ادعى ألوهية الحاكم بأمر الله سنة 408 هجرية، يعني وتكلم ونقل هذه الديانة إلى جبل العرب، يعني وبعدما أنه صار في حرب على أولئك الذين كانوا يدعون بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي، وخرج هذا هرب بينهم ونشر الديانة الدرزية اللي هي بتؤمن بتقمص روح الإله بأشخاص، ومنهم الحاكم بأمر الله الفاطمي. صح الحكي؟ نعم، هي اسمها الفرقة يعني ايه، بعتقد انه هو ظهر 7 مرات على الارض، 70 او 70 مره يمكن. مين ظهر على الارض 70 مره؟ وكمان يعني هلا عندنا اول شيء الفرقه هن يعني ديانتهم اول شيء اللي ما بيتقمص عندهم هو مو من المله، يعني هي اساسي. كيف نحن عندنا مثلا الاسلام هو اول شيء شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، هن عندهم نفس الشيء، اللي ما بيعتقد بالتقمص فهو كافر عندهم. اللي ما بيعتقد بالتقمص هو اجباري. شو بيعتبروا الحاكم بامر الله الفاطمي هو الاله؟ يعتبروه من ال40 خارج عن المله. ماذا تعتقدون بالحاكم بأمر الله الفاطمي؟ إلهكم مثلا إله دروز؟ هلا خلني عندهم إله طبعا، وهو تقمص
4 أو 5 أدوار أو 70 أدوار. الفاطمي يعني هو تقمص. هلا البعض بيقول إله والبعض بيقول هو خاتم الأنبياء، هو آخر نبي، يعني هن ما بيعتقدوا النبي محمد هو آخر الأنبياء، وإنما الحاكم بأمر الله الفاطمي هو الآخر الأنبياء اللي انحلت روح الإله فيه، صح؟ تمام، بس هن لا يعتقدون بالنبي محمد إنه نبي. ما بيعتقدوا. ما بيعتقدوا. لذلك ظاهريا يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، أما باطن يعني هي لا يعتقدون بالنبي. اسمهم طيب لك وين اجت كلمة موحدين؟ وين الموحدين المسلمين؟ وين هي الموحدين؟ ولا هي تقية؟ على عبادة الحاكم الفاطمي. هي هن توحدوا على عبادة الحاكم بأمر الله. اسمهم موحدون دروز وليس موحدين المسلمين. بلا إله إلا الله هو الحاكم. يعني بمعنى آخر إنه هن الحاكم إنه هو الإله أم هو نبي الحاكم بأمر الله؟ هو إله. إله. طيب شعيب شو علاقته بالموضوع هذا؟ هي المعضلة الكبرى يعني. شعيب شو دخله بالديانة الدرزية؟ ما هو هذا قبل الإسلام شعيب. هلا هو مقصود بشعيب سيدنا شعيب عليه السلام بالنسبة للدروز انه هو يعني عملوا له ضريحة هنيك بفلسطين لسبب ما. هو مو بفلسطين اصلا، قبره اصلا سيدنا شعيب. طيب. بس ولكن لغاية ما بين اليهود وبين الدروز. يعني عم يربطوا الديانة الدرزية باليهودية عبر شعيب. تماما، لانه هن مشتق اصلا، هن باطنيين، واللي كتب هي الديانة اصلا هم يهود اصلا اساسا يعني. اليهود يعني كتبت الكتب للشيعة وكتبت الكتب للاسماعيلية وكل شيء باطني، فهو مدسوس من اليهود. يعني هن ولاء أكثر لليهود، ولذلك هن ما بدهم يساووا ولاء للمسلمين، ولذلك هن الآن 600 شيخ بيروح على إسرائيل يبايعون إسرائيل على حساب الحكومة في دمشق، هن ولاء أكثر لإسرائيل، يعني هذا المعنى فينا نقول. تماما 100%. يعني إذا السيد الشرع يعني بيضولوا 10 شمع ما راح يرضوا أصلا أبدا. يعني هلا هن من الناحية العقائدية ولا من ناحية إنه إسرائيل عم تعطيه المصاري؟ لا، عقائدية والمصاري كمان. هلا هن بهم جيبتهم مثل شيخ العقل مثلا انشق مثلا كثير فصائل هون، لأنه ما عاد سلمت رواتب. شو السبب؟ انه ما عاد تقدر العالم تعطيهم رواتب. مثلا هذول الرجال في اكثر من فصائل هون يعني انشقوا لانه ما في رواتب. فالعاقل قبض $250,000. يعني هلا الفصائل موجوده بجرمانة وبصحنايا وعندكم بسويدت كلها تحت رايه حكمه الهجري، لانه بتيجي الاموال حصرا عن طريقه، ولذلك كلهم اجوا اتجهوا نحوه طبعا. واصبحوا تحلقوا حوله لانه هو بيعطي اموال ورواتب لهم، صح؟ تمام. والباقي الفصائل يعني من يومين كان في محاولة لاغتيال الحناوي، الشيخ الحناوي. هلا الشيخ الحناوي فهمان يعني ولا يريد الفتنة، ولكن مغلوب على أمره. يعني من يومين كان في محاولة اغتيال له ونجت على خير يعني. طيب أبو ليس البلعوس كمان هذا عنده فصيل، مين عم يدعمه حاليا؟ إسرائيل ولا بتدعمه الحكومة دمشق؟ هلا يجوز حكومة دمشق، يجوز، لأنه إسرائيل ما له علاقة مع إسرائيل. ما له علاقة لأنه هو مع حكومة دمشق، وبالتالي فقط الهجري تدعم إسرائيل، والبلعوس وسليمان دول بتدعمون دمشق، صح؟ أو هن موالين لدمشق؟ يعني موالين بس، ولكن هلا الكلمة مو لهم، الكلمة مو لهم للهجر. يعني الهجر من بكرة الصبح يجي تحت مع حكومة دمشق، كل أهل السويدة بتصير مع حكومة دمشق. يعني المال بيلعب دور ولا النفوذ الديني أكثر بيلعب دور؟ لا هو بيلعب دور، مو النفوذ الديني. ما هو هلا عندك الحناوي نفس الدين، كلهم دروز يعني. بس ولكن في ناس فهماني علمانية، عاملة حالة فهماني وعلمانية مثل الهجري، وفي عندك ناس فهماني ورأي الخطوة صح في دمشق، يعني وإنه هي الحكومة هي سوريين بالنهاية، نحن لازم نكون مع الحكومة. لا هو ما بده هيك الهجري. طيب يعني هلا شو سبب الهجر يعني هلا شو سبب انه العلم الدرزي مثل اللون الوانه مثل الوان المثليين، يعني متعدده الالوان؟ انا اول ما بشوف العلم بفكره علم المثليين، شو سبب هالالوان هي داخل المجتمعات؟ هلا خليني قلت لك بالماضي انه العلم هو 5 الوان، هن الاخضر للعقل، مولى العقل تبعهم،
وفي عندهم السابق والتالي، وفي عندهم بهاء الدين الأخضر والخضر الأخضر والأزرق العقل، الأحمر النفس والأصفر الكلمة والأزرق السابق. شو الأزرق السابق والهذا فيك تفسرون؟ هلا السابق والتالي عندهم هي نفس السابق والتالي. السابق ما بعد قبل الموت، والتالي بعد الموت بالتقمص، يعني يشير لهيك شغلات. يعني هي الأرواح. طيب شو علاقة سلمان الفارسي في بالموضوع؟ هذيك المرة هي انشودة، اسمعوا الانشودة بتغنوا بسلمان الفارسي وقت ما كانوا رايحين من صيدنايا أو من جرمانة إلى إسرائيل. شو هلا انا حضرتها. هي على اساس انه هو نبي، هو سيدنا جبريل، هو سيدنا سلمان الفارسي، انه هو علم النبي. يعني انا بعتبره جبريل هو سلمان الفارسي نفسه. ايوه تماما، لانه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث النبي بيقول من راى سلمان فقد راى جبريل. اوف، هذا حديث صحيح للنبي طبعا. انا بحكي كان وفي حديث كمان سلمان منا آل البيت. هي قال منا آل البيت بشان العالم ما تنظر له نظرة ثانية. يعني على سيدنا سلمان الفارسي اللهم ارضى عنه، يعني هو كان من صحابة رسول الله، وكان وهو سني الزلمه يعني. سني بعرف، يعني بس انه هن الشيعة والدروز بيطالعوه بطريقة ثانية. يعني نحن بنحبه لسلمان الفارسي، مش ضده، بس حتى بقول سلمان ومنا آل البيت هو الغاية، انه انا معزته عمدي كأنه من آل البيت، هيك المقصود فيه. بس هو لم يعني هو جاي من بلاد فارس، ما اجى من بلاد العرب. طبعا ابو كافر طبعا. نحن موحدين، واحد احد فرد صمد منزه عن الازواج والعدد. نحن 5 حدود، عقل نفس كلمه سابق تالي. نحن خيي موحدين دروس مش اسلام. هيدا ما بيعني انا ما بقول هيك انه نحن ضد، ما بنقبل. نحن بنعترف، بس نحن ما بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله. نحن بنقول لا اله الا الله اذا فرض، يعني اذا لازم نقول كل الانبياء انبياء الله.